صباح الفل. الساعه دلوقتي 10 بالليل، حرفيا انا لسه صاحي من النوم، مش شايف قدامي. انا بصور الفيديو ده وانا نايم اساسا. وحشتوني، واخيرا رجعنا فيديو جديد. قبل اي حاجه احب اشكر الناس الجميله اللي اتفاعلت على اخر فيديو. دول كانوا اكتر ناس عملوا كومنتات وعملوا لايك للفيديو. كلنا ننزل نعمل كومنتات كتير واعملوا لايك للفيديو ده. عايزين نوصل فيديو 10000 لايك. لايك سريع كده بمناخيرك، تحدي مع نفسك. الموضوع مش صعب يعني. ويا جماعه بجد انا من كل قلبي انا بحب الناس اللي بتدعي لي. يعني لما بلاقي واحد في الكومنتات كاتب لي ربنا يبارك لك، ربنا يفتحها عليك، ربنا يرزقك، والله انا بحس ان انا حطيت لك قلبي في كومنت. فشكرا لكل الناس اللي بتدعي لي، لان حرفيا كلنا محتاجين دعوات بعض يعني. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. سيب بقى اللي في ايدك وتعالى نشوف الفيديوهات اللي معانا النهارده. لبن دينا ولا لبن رماس؟ لبن دينا ولا لبن رماس؟ انت جايب ازازه من كل واحده؟ قعدت تجمع فيهم قد ايه دول؟ بتاع رماس اكبر من بتاع دينا. ما يمكن دينا كانت محتاجه فرصه يعني، ما اديها وقتها. هنقارن النهارده بين اكبر شركتين لبن في مصر، دينا ورماس. هنقارن اللبن العادي واللبن بالفراوله هما كمان بيجيبوا لبن بالفراوله واللبن بالقهوه. بيعملوا قهوه كمان. والله ده كتر خيرهم، اقسم بالله ده عاملين عليهم زياده. لا وازايز كمان. وده الريسيت بتاع الاثنين. هنبدا اول حاجه دينا. الازازه دي ب 55 جنيه. بسم الله. ده قليل عليها، ده فيها مجهود دينا كله. لبن خفيف جدا، طعمه اقرب للميه مش للبن. نخش على طب والعيب في ايه بقى؟ العيب في دينا ولا العيب في ايه؟ لبن رماس. يا جماعه انا اكتر كومنت ضحكني، دخلت الكومنتات لقيت واحد بيقول له اللبن حبيبه رضا اجمد. اتقل شويه وباين فيه طعم اللبن اكتر. ده سعره 70 جنيه. لو جيت تقارنهم ببعض هتلاقي بتاع رماس اكبر من بتاع دينا، بس بتاع رماس يعني اطعم واغلى. اكيد صايفه على نفسها يعني، ده التحليل الوحيد يعني. لو ما بين السعر دينا تكسب. نخش على اللبن بالفراوله. وانا بشتري ما لقيتش حجم صغير. هم عندهم حجم صغير بس انا ما لقيتوش. ده عندهم فرط في اللبن مش طبيعي بجد يعني. دينا حتى مش قادره تعمل ازاز صغيره، الكميه دي رهيبه قوي. جبت الحجم الكبير. لذيذ قوي، طعمه حلو. لبن رماس بالفراوله. تيست الفراوله هنا اعلى في دينا، تيست اللبن اكتر من الفراوله. هو حلو بس في رماس يعني تيست الفراوله ازيد شويه. بص انا عايزك تقول لي يعني مين فيهم مجتهد اكتر، دينا احلى ولا رماس اجمد؟ قول لي لبن مين فيهم عجبك؟ جميل، الاثنين حلوين يعني. في المقارنه دي ما فيش حد احسن من حد، هو الاثنين حلوين. ده تيست اللبن اعلى وده تيست الفراوله اعلى. نخش على اكتر حاجه بحبها، اللبن بالقهوه. نبدا بلبن دينا. ده عالمي، ده فوق السحاب. مزارع دينا، الكوفي شيك بتاعكم عظيم. ده حقيقه الصراحه اكتر حاجه بحبها في دينا اللبن بتاع اللبن القهوه. بحب دينا مجتهده في الموضوع ده بصراحه. لبن رماس بالقهوه. هو هنا طعم الاسبريسو باين اكتر، بس انا افضل بتاع دينا في القهوه بالذات. انت شكرت في دينا كتير، انتوا بينكم حاجه ولا بامانه ما تحوش عليا. عرفناش بيكي في البدايه. مايا بيلي دانسر. يا شيخ بجد بيلي دانسر؟ ماشي عادي بقى، من شغلانه اي حد دلوقتي. ايه اللي بيميزك عن الاخريات من الراقصات؟ حواجبي. والله هو اهم حاجه عندنا بتميز بالي دانسر عن الاخرى هي متابعه الابديتس الجديده، المذاكره دايما. ما شاء الله انتوا بتذاكروا. لا صدقوني الشغلانه دي مش محتاجه مذاكره، محتاجه ليونه بس. طبعا اولا واخيرا شغلي هو مستقبلي وحياتي كلها يعني. طبعا الطموح يا جماعه، كل بيلي دانسر في الدنيا عندها طموح. ايه هي طموحها؟ ما حدش عارف. وتاني حاجه ما اقدرش اعيش من غيرها، بيتي، جوزي اللي هو اكبر داعم ليا. يا شيخه يعني جوز حضرتك هو اكبر داعم ليكي؟ بيعملوها ازاي دي؟ بيعملوها ازاي؟ كم بدله رقص في دولابك؟ لا ياما قوي 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 يعني. دول اولادي. هما مين دول؟ مين اللي اولادك حضرتك؟ يعني انا فرغت نفسي وحياتي للفن، فدول اولادي بجد يعني. وانا مش ناويه يشاركني في حبهم اي اولاد تانيين خالص. من يوم ما بقيت رقاصه بتقدم فن واحنا اخلاقنا باظت. يلا عاش، اسرع حاجه يا عمر، احسن يا عمر، كمل عاش. ماشي. هو عمر لسه بيحبو ولا ايه؟ عاش يا عمر. ايش يا ابو السيد؟ احسن يا ابو السيد. رول يا ابو السيد. عاش. لا هايل ابو السيد وسريع كمان. خش يلا يا ابو اسماعيل. عاش، احسن يا ابو اسماعيل. ماشي، كمل عاش. ده ايه ده، بايكوي ده ولا كايفوي؟ ده كايفوي، ده مستحيل يكون ده بايكوي. بيرقص لوحده فاهم. انا عشان شبيه محمد رمضان فانا هرقص في اي حته مع حالي كده.
راح قاعد جنب شبيه عباس حموده. في اي فرح يا جماعه في ترابيزه كده بتلاقي عليها كل اشباه الممثلين والفنانين ولاعيبه الكوره وكلهم قاعدين مع بعض، ما تفهمش بيتعرفوا على بعض ازاي. يالا اللي انت لابسه ده، يالا قميص النوم اللي انت طالع بيه ده، يالا دي بيجامه ستان، يالا دي بتبقى مزحلقه خالص دي. هو بيعمل كده ليه؟ انت بتعمل كده ليه يا معلم؟ في ايه بس؟ انا خفت منك والله. اكيد العيال دي اللي بترقص لميطاتها، مستحيل تكون العيال دي، مش اكيد. اثبتي يا بنت انت. وانت مين؟ ده اللي هيعمل لك تقويم. زي الشطر كده طلعي كل اللي معاكي. هو انت متاكد ان انت بتعمله ده؟ اكيد مش متاكد، ما هو بالدليل ان هو بيثبتك من ظهري، عشان ده لو شاف وشك مستحيل يعمل كده. بقول لك انت لسه هتهري معايا، طلعي اي تليفونات معاك واي فلوس واي ده. اتفضل التليفون اهو. عايز اي حاجه تاني؟ هو انت رايحه فين؟ على فكره انت حرامي، عندك فضول رهيب. بدل قلت عايز حاجه ثانيه يبقى انت معاك حاجات ثانيه كتير. لا ما شاء الله عليك نبي. طلعي كل اللي معاك. ماشي، خد الفلوس اهي واتفضل امشي. اتفضل. خلاص فين تاني اهو. ده ايه الشنطه اللي فيها 9 موبايلات و90,000 دولار دي؟ حضرتك احنا طول عمرنا بنشيل الشنطه فيها زمزميه وكتاب الدين وخلاص على كده، لولا كتاب الدين كنا يعملنا الشنطه اساسا. هو انت رايحه فين؟ يا عم انت فاضولي ليه؟ انت مالك انت؟ مش ثبتها وخدت اللي انت عايزه؟ انت مصلحه اصلا ومش هحلك النهارده، طلعي كل اللي معاكي. يا جماعه طب اعملوا لها تقويم طيب، شكلها مرعب بجد. يعني انت معاكي كل الفلوس دي ومكسله بس تركبي كام سن حتى؟ استحمل بقى كل اللي هيحصل. لا ممكن تتعضك تجيب لك تانية. بقول لك انت بتتكلمي معايا كده ليه اساسا ومش خايفه وبتتكلمي بثقه قوي؟ يا ابني انت اللي لو بصيت في وشها هتخاف صدقني. بقول لك هات الشنطه دي، هاتي. تعالى بس. انت مين يا استاذه وعايزه ايه؟ انت بتثبت الشخص الغلط. يعني ايه الشخص الغلط؟ مش فاهم انا. دي مش بني ادمه زيه وزيك. انا قلت كده ما هو مش طبيعي. انتظر الجزء الثاني، انا عن نفسي مش هنتظر، انتوا عايزين تنتظروا براحتكم. ايه ده يا خلاص؟ انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده؟ انت كيوت بشكل مش طبيعي يا شاب بجد. انت فعلا مليان احساس وبتتمنى الخير. هو ايه الترند ده اصلا؟ تصرف مش كلاس ابدا لما اكون قاعده في ريستورانت مع ناس كتير وبناكل من اطباق شيرنج ان انا ابتدي اقطع العيش. انا بحب قوي اشوف الفيديوهات اللي بتتعمل على مقاطع الاتيكيت دي، بس دول بصراحه زودوها حبتين. يعني احنا عمرنا ما بناكل التورته من على الارض، يعني مش الدرجات دي يعني. شكرا لذوقك انك ما خطفتنيش. بجد انا هديك 5 نجوم عشان ما خطفتنيش. لا ما تقلقيش، مش عايز تشيلي اهم. ركبي اوبر وركبي اندرايف، ما اعتقدش هتتعرضي لاي محاوله خطف وحاجات من دي يعني. لا طمني والله انا بضمن لك الحته دي. مش لوحدك يا قط والله، مش لوحدك، انا كمان، وكلنا الفتره دي بقينا كده. بس انت ايه اللي وصلك لكده؟ يعني ايه اللي وداك للنفسيه الوحشه دي؟ يعني خد الدراي فود بتاعك ولا كامت لك ولادك عند الاسم ولا ايه اللي حصل؟ ماليش بديل تاني في حياتك، انا ذكرياتك كلها. يخرب شنبك يا ميدو، بس عنده ثقه في نفسه. احلى حاجه في ميدو عنده ثقه في نفسه. احلى حاجه يا جماعه ان ميدو عامل ليبسنج على اغنيه ماليش بديل. راح جايه واحده جايه في الكومنتات قايله له اهو. مشكله التيك توك ده والله. ما خلاص بقى يا ميدو بقى، البنت اتخطبت يا ميدو، البنت اتخطبت وكيفتك، كفايه تلاقيح بقى. يا جماعه بجد هو ما بقاش ينفع حد يتقدم لحد بالطرق القديمه اللي هو تروح لابوها والكلام من ده، ما بقاش فيه موجود الاوبشن ده. لازم كل علاقه حب لازم يكون فيها لقطه التقديم دي، ما ينفعش يتقدم عادي، لازم على يخت، لازم على ترابيزه، لازم واقف على دماغه مولع شمايخ في الشارع كله. انتوا صعبتوا الحياه الطبيعيه اساسا. بص يا وشان حاطين الدبله وسط السوشي. يا جماعه هي سمسيمه حاطه قلب على خطيبها ليه؟ مش المفروض الاول كنا بنحط القلب الابيض ده على وش البنت صح؟ دلوقتي انا ملاحظ ان كل البنات بقت بتضايق وش الراجل. يا ريت بنت تفيدنا في الكومنتات وتقول لنا الهدف من الموضوع ده ايه؟ خلقوا بالعصيان ولا مجرمين كيوتات خالص. طيب يا حبايب قلبي ده كان اخر فيديو معانا، اتمنى الفيديو يكون عجبك، وانا عارف ان الفيديو النهارده هيكون قصير اعتقد يعني قبل المونتاج، انا متاكد من كده. وصل الفيديو ده 10000 لايك هتلاقي الفيديو التاني نازل تاني يوم على طول. سايب لكم لينك تحت مجمع كل السوشيال ميديا بتاعتي، اللينك ده في اول كومنت تحت، حاول تيجي تتابعني في كل حاجه. سلام عليكم.